عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. وحشتوني جدا. إن شاء الله ده أول فيديو ليا بعد العيد. حبيت إن هو يكون فيديو سهل وطريف كده، يعني نلعب ونهزر فيه مع بعض. زي ما انتوا شايفين أنا ده كيك من الكيكات اللي موجودة في السوق وبتكسب فلوس. يعني خلينا نجرب مع بعض كده ونشوف ممكن نكسب مع بعض قد ايه. بصراحة انا عارفة ان احنا القناة بتاعتي خاصة بالاكل، بس يعني انا بحب ان من وقت للتاني كده يبقى نعمل حاجة خفيفة وطريفة مع بعض. بالذات كمان يعني انا من عشاق اني انا اشتري حاجة واكسب فيها فلوس، مش حبا في المكسب نفسه لكن حبا في اني انا بجرب حاجة جديدة، بشوف المنتجات اللي موجودة في السوق، شكلها عامل ازاي وطعمها عامل ازاي، بالذات ان اسعارها بسيطة علشان احنا اولادنا واخواتنا الصغيرين يعني بينزلوا يشتروا الكيكات او البسكوتات اللي سعرها اللي بتبدأ من 5 جنيه. البسكوت او الكيك ده سعره 5 جنيه. زي ما انتم شايفين انا اول واحدة كده فتحناها وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم وما كسبناش فيها حاجة. نبتدي بقى ايه نفتح كده واحدة واحدة مع بعض كده ونشوف احنا ممكن نكسب مع بعض قد ايه. دي بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا كسبنا اول حاجة، يعني دي 10 جنيه. بجد النوع ده من المكسب يعني مش على قد ما بيساعدني على قد ما هو يعني حاجة كده ظريفة لطيفة كده، ممكن واحنا قاعدين في البيت نجيبها مع اخواتنا واولادنا كده، نشوف بقى حظ كل واحد فينا ايه، يعني نوزع كده مع بعض، نوزع علينا العلبة كده ونشوف احنا ممكن كلنا ممكن نكسب قد ايه يعني. دي حاجة بجد حلوة، او مين فينا ممكن يكسب. دي 10 جنيه وجديدة اهي، يعني بس بجد عجباني. يعني هي العلبة دي ب50 جنيه، يعني حتى لو كسبنا 10 15 50 دي برضو يعني حلو، يعني يعتبر ان انا ما اشتريتهاش، يعني انا اخدت حاجة انبسطت بيها وكسبت او ما كسبتش، بس هي بتبقى حاجة لطيفة بصراحة بينا وبين بعض. دي اعتقد ما فيهاش اي مكسب، لان هو الفلوس بتتحط من على الظهر او المكسب بيتحط من الظهر. بصوا كمان انا عايزة اقول لكم حاجة للامانة. يعني اللي هيشتري الكيك ده او يشتري المنتجات دي اللي هي بداية من 5 جنيه، اي منتج بسكوت كيك شوكولاتة ب5 جنيه، يعني محدش كده يتوقع ان ممكن يكون طعمها حلو. يعني بصراحة يعني انا طعم الكيك يعني ما عجبنيش بصراحة، مش احسن حاجة. يعني لو هنعمل كيك بدل ما نشتري بقى نعمله في البيت افضل. يعني بصراحة طعمها ما كانش احسن حاجة خالص وما حبيتوش. وكمان في حاجات منها تحس انها بايتة قوي، طعمها غريب، فيها طعم غريب. بس لو هتجيبوها لمجرد المكسب زي ما انا يعني جايباها دلوقتي، بصراحة انا جايباها لمجرد ان انا اكسب منه. بصراحة انا ما اكلتهاش، يعني انا رميتها. يعني انا اكلت واحدة كده فبصراحة يعني ما عجبنيش الطعم خالص، لان كانت بايتة جدا وتحس انها بقى لها مدة كبيرة. معرفش ده سوء تخزين او هي ده طعمها، بصراحة انا مش عارفة. يعني اللي نجربها وكان طعمها احلى من اللي انا بوصفه يعني يقول لي في الكومنتات. ان بصراحة ما عجبنيش الطعم خالص وما عجبنيش الكواليتي بتاعها. بس كمكسب يعني انا لحد الان انا شايفة ان هي يعني حاجة كويسة ان احنا نلعب بيها مع بعض. يعني ممكن نجيبها كده في البيت ونهزر، نشوف مين بقى اللي هيكسب فينا، مين اللي هيكون له حظ اكتر او اوفر. دي حاجة طبعا بتكون لذيذة جدا بين العيلة يعني. بجد يعني بصراحة بتبقى حلوة جدا. كسبنا كمان 5 جنيه، يعني احنا دلوقتي تعتبر العلبة انا جايباها ب50 جنيه، يعني انا يعتبر دلوقتي واقفة عليا ب35 جنيه. يعني بجد حاجة لطيفة يعني. برضو تعتبر مش غالية. يعني مثلا إيه لو العلبة دي زي ما قلت لكم ب50 كسبت فيها 15 وقفت عليا ب35، يعني سعرها مناسب. بس انا مش عارفة بصراحة الطعم مش كانش احسن حاجة. يعني خلينا لو حد جربها زي ما قلت لكم في الاول وكان طعمها حلو يقول لي، يعني يمكن انا غلطانه ويمكن نجربها تاني بقى، نجرب بقال تاني نجيبها منه نشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. يمكن دي كانت قديمه عنده قوي ما كسبناش تاني. نشوف بقى واحد تاني كده.
ده ايه؟ فاضل لي كام واحد؟ تالي 4 أو 5. هو أصلا عايزة أقول لكم فتحها صعب. ايه ده؟ استنى، ممكن ايه ورقة؟ ايه؟ شوف، أعتقد 100 جنيه. بجد أنا يعني مصدومة. 100 يعني أنا كده. استنى نشوف اللي هي ورق لعبة ولا 100 جنيه بجد. يعني بحاول اتأكد، يعني اصل في ورق بيبقى مطبوع كده. خلينا بس نفتحها ونشوف هي 100 بجد ولا ورق. يعني الملمس بتاعها اصلا. ايه ده؟ 100 جنيه. لا على فكرة دي حقيقة. يعني انا كده دلوقتي انا 115. يعني بجد انا كده كسبانة فيها 115 يعني. انا يعتبر كده انا كسبت فوق 50 جنيه، 65 جنيه. يعني انا يعتبر انا واخداها هدية بقى من الشركة. فاضل لي 4 وحدات، يمكن نكسب تاني. يعني ادعوا معايا بقى. بصراحة انا مبسوطة من المكسب ده. هو عجبني جدا. مش عارفة اضحي بقى واكل الكيك ولا اعمل ايه بالظبط. بس انا زي ما قلت لكم ان انا فعلا يعني ما عجبنيش الطعم بتاعها، بس مش فاهمة هل اللي بيقوم بالتعبئة غلط ولا ايه بالظبط. مش عارفة، ولا هو ده فعلا المكسب اللي بيبقى موجود فيها، ولا انا حظي حلو. بصراحة مش عارفة يعني. بصراحة أنا حاسة يعني حاسة إن حظي حلو جدا في البسكوتات أو الكيك أو الألعاب اللي احنا بنشتريها، بيبقى حظي حلو. بلاقي ألعاب حلوة، بلاقي فلوس. بصراحة عشان كده مدمنة بجد. أنا في ساعات حاجات أنا بشتريها مش بصورها، بجد بكسب منها، ببقى فرحانة جدا، ببقى عايزة أقول يا ريتني كنت صورتها. للأسف مفيش. بس على العموم انا ده الفيديو من اكتر الفيديوهات اللي انا راضية عنها، واني انا سعيدة بيها جدا. ويا رب انتوا كمان تكونوا سعداء بانواع الفيديوهات اللي انا بنزلها وتكون بتعجبكم. ويا ريت بس يعني لايك وشير وسبسكرايب ويعني ومتابعة كده. ولو في اي حاجة جديدة في السوق ممكن تقولولي على اسمها، ممكن نجربها مع بعض ونشوف حظنا مع بعض عامل ايه. يا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.